السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي قلب الموس؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير في احسن حال. قبل اي حاجة قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ودعوة لماما سعيدة ربنا يرحمها يا رب. طبعا الفيديو المنتظر اللي الجمهورية مصر العربية منتظراه اخيرا وليس اخرا، جهزت الأوضة وغيرت الأوضة اللي كانت تعبة نفسيتنا جميعا وانا اولكم. طبعا يا حبايبي اخيرا اخواتي اقتنعوا اني اعمل في اوضتي قبل ما اتجوز، فاخيرا اقتنعوا وقالوا ايه، غيروا اوضتك براحتك. فطبعا يا حبايبي دلوقتي همشي معاكم خطوه بخطوه وكل حاجه مع بعض. وطبعا هو الفيديو ده بتاع الدهان بس، وان هي دهنت وخلاص، لكن لسه فيديوهات كتيره بقى، بس منتظرين كلنا المفاجاه مع بعض. عاوزاكم تنتظروا المفاجاه بقى عشان والأوضة بقى شكلها تحفة، بس مش هوريكم طبعا غير لما اشوف منكم تفاعل على الفيديو ده. فهوريكم لو شفت منكم تفاعل على الفيديو ده هوريكم فيديو النتيجة النهائية، بس لو ما لقيتش منكم تفاعل مش هنزل الفيديو، حاجة بسيطة خالص. فطبعا الايام اللي فاتت دي كنت مشغولة جدا جدا في الأوضة، فأخيرا خلصنا الأوضة. طلعنا الدولاب اللي كان جايب لي اكتئاب عصبي ده، فطبعا بابا فك الدولاب كله وخدنا وقت كتير عمال ما نفك الدولاب ده، وكان تقيل وباغل. فالمهم هنفك الدولاب واحده واحده مع بعض. انا مكنتش عاوزه اطول عليكم وكده، فبصور لكم لقطات عشان ما اطولش عليكم. دلوقتي يردكوا رمية الدبدوب اللي بابا رماها لي ده، مفيش احترام للدبدوب خالص. طبعا يا حبايبي اخواتي غيروا لي الاوضه وكده، وهم جابوا لي شكل الاوضه اللي انا عاوزاه وكده، فالحمد لله على كل حال، ويا رب تكونوا وش السعادة عليا. فان شاء الله اسف على التأخير، وان شاء الله كل الفيديوهات هتنزل ليكم وهنزلكم فيديوهات كتير، عشان تخليكم معايا بس وتشجعوني دايما زي ما انتوا تشجعوني. وزي ما انتوا شايفين طبعا بابا فضل ايه، يجيب الحاجات ويحطها مكانها ويجيب ده ويحطه مكانه. فبابا تعب برضو اليوم ده معانا جدا. طبعا كده يا حبايبي طبعا شلت السرير وشلت بتاعت السرير. هكنس بقى بتاعت السرير ده واكنس التراب والعفر ده، بعدين هشيل دول احطهم بره، وايه هسيب الاوضه كده لحد ما الدولاب ده يتشال بكره. ويخليكم معايا كنست الحته كده يا جماعه، كان السرير ومسح حاجه ملهاش لازمه بره عشان لما يجي لسه الكومودينو وكده خلصت الاوضه طبعا نزلنا السرير. اشوفكم بكره. كده نزلنا السرير بقى، وبعدين بقى اروح بقى اشوف الاوضه بقى ايه الكلام وبتقول ايه. عاوزاكم تنسوا شكل الاوضه ده خالص من الاول خالص، عاوزاكم تنسوها خالص. نخش بقى 1 2 3، نخش على الدهان بقى، نخش على الدهان بقى من الاخر يا جماعه. هو عجبني اللون الابيض، ولا فانيليا لقيتيه ولا كابتشينو ولا الكلام ده كله، هو اللون الابيض عجبني، وانا قلت خلاص بدل اللون الابيض يبقى اللون الابيض. زي ما انتوا شايفين طبعا اول حاجه جاب الدهان كده او الجردل ده، بعدين في ابيض لامع، هو الدهان ده بس اسمه ابيض لامع، اللون ده اسمه ابيض لامع. اول حاجه قلبه بميه كده عشان يخففه شويه، وبعدين دلوقتي بيمسح، جاب جبس، وعارفين الفراغات الحتت اللي هي بتبقى متشققه دي، الحتت اللي هي بتبقى متشققه في الجدران وكده، فهو بيعمل لها جبس عشان ما تدونش في الدهان، بحط فيها جبس، بيعملها جبس كده. دلوقتي بينصفر الحيطه. بتاكلي ايه؟ بتاكلي ايه لون بطاطا؟ الف انا يا حبيبي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. طبعا بقى انا المفروض ان انا كنت اجي امبارح، بس كنت في مشوار وجيت متاخر، بقى ايه قعدت اصلح في رميساء واقول لها معلش انا هجيلك. انت فكرتيني بقول لها ايه يا رميساء، انا جيت من الساعه 8 ولا الساعه 7، ما تخافيش ما تخافيش. فهي بقى تقول لي طيب ماشي حاضر ماشي، وانا عارفه ان هي زعلانه،
قعدت اصلح فيها شويه بقى لحد كده ايه ما خدتها على قد عقلها وصلحتها. انت عارفه بعد الفيديو ده هيحصل لك ايه؟ جدا. انا بقى الساعه كام؟ الساعه 9 لا 10 صح. يلا نزلت اعمل المنبه، عامل المنبه الساعه 8. هي يا جماعه بعت لها الساعه 10، بعت لها صوره وهي متعصبه وهي بتلبس ايل، قمت عاملاها ستيكر. اصل هم ماسكين على استيكرات كتير يا جماعه. تاكلي ايه يا لولي؟ تاكلي ايه يا لولي؟ تاكلي ايه؟ ودلوقتي مرحله الدهان، ده وش وده الوش التاني، ده الوش الاولاني، ده وش بعدين وش بعدين وش، ده 3 وشوش عشان ده يبان، وعشان اللون اللي تحت كان موف فهو بيظهر في الابيض، بس هو المفروض يديها وشين بس اداها كام وش، اداها 3 وشوش عشان اللون النور استغفر الله العظيم يا رب، اللون اللي تحت معادش يظهر، فاهمين؟ ميكونش ظاهر خالص ولا واضح، فاداها 3 وشوش وكده. طبعا بدأ يدهن في الشبابيك كده، بدأ يدهن قصدي تحت الشبابيك عشان لما يجي يدهن الشبابيك يكون ايه الالوان كلها مدهونه ويكون كله شكل بعض. فهو اصلا اول ما الدهان يتحط بيكون شفاف، بعدين بقى لما يعمل وش التاني هتلاقوا اللون بدأ يخف كده، والوش التالت بقى خلاص. طبعا ابو العمولة دخلت كانت قاعدة تضحك عليا معرفش ليه، بس مش مشكلة. فطبعا احنا اليوم اللي اول جت فيه تعبنا تعب يا جماعة، فضلنا نطبق هدوم لحد الفجر حرفيا، وطلعت هدوم كتير لله، ربنا يا رب تقبل مني. وفي هدوم برضو على اخواتي عاوزين ياخدوها وكده، عشان هو كان في هدوم كتير عندي ملهاش لازمه وكده ما كنتش بلبسها. فدلوقتي بقى ايه بيدهن في الشباك زي ما انتوا شايفين. طبعا يا حبايبي عاوزه اقول لكم اصلا ان الاوضه دي حاسه انها هو الفيديوهات بتيجي مرجوعه ولا ايه ده يا ولاد؟ ما علينا يعني، حاسه ان الفيديوهات بتيجي بالشقلب. خلص الجنب ده، لسه الجنب ده والجنب التاني. فعاوزه اقول لكم لو وصلتوا هنا حطوا لايك وقولوا لي في التعليقات بنحبك يا رموسة عشان تشجعوني كده وانزل لكم فيديوهات. فطبعا زي ما انتم شايفين يا حبايبي انا بدأت ولا بدأ بقى اللي هو يدهن الوش اللي هو قصادنا ده، وخلص الوش ده وبدأت انا بقى اشيل العنكبوت والحاجات اللي هي دي. استحملوني بقى يا جماعة استحملوني. فطبعا كنت كده شلت العنكبوت شلت الحاجة، وهو كان طبعا بدهن برضو الوش التاني مكانش لسه خلص. فخلص الوش ده بدأ بقى ايه على يبدأ في الوش التاني ده. شايفين الجبس ظهر اصلا، فهو ايه بقى ما لقاش مني فايدة قال هاتي كده المقشة دي، وفضل هو بقى يمسح العنكبوت عشان انا كنتش طايلة يا جماعة. فهو تعب جدا واليوم ده والله، وربنا يجازيه خير يا رب ويعمل ما بين ايديه. فكده بدأ يدهن في العواميد اللي هي في الأوضة زي ما انتوا شايفين. فخلص طبعا العواميد بدأ يعمل في العمود التاني اللي قصاد الحيطة. انا عاوزاكم تكونوا فاهميني ولا مش فاهميني، دي اهم حاجة. هانت يا جماعة والله هانت. فطبعا يا حبايبي اللي يقولولي متقوليش طبعا كتير، انا معرفش اقول غير طبعا اقول لكم ايه وماشي يا حبايبي، مثلا هفضل ماسكه وماشي يا حبايبي. فطبعا كده الدهن باخد وقت، وفي نفس الوقت عشان يظهر حلو كده ويبقى شكله حلو لازم ياخد وش و2 و3. فهو لو قال عايزه ابيض مطفي، قلتله ايه الفرق بين الابيض مطفي والابيض لامع؟ قال لي الابيض المطفي باخد يعني بيعذب لما تيجي تمسحيه،
لكن الابيض لامع ما بيعذبش وبيمسح بسهوله يعني. قلت له خلاص خليك في الاحسن، واهم حاجه بس يكون الاضاءه حلوه. عشان ايه؟ عشان التصوير طبعا. ما انتوا مخمنتوش اهو، انا اللي كسبت. هو يفضل يدهن في دي كتير ولا ايه ولا ايه؟ كده خلصنا الاوضه كلها، وهنبتدي نروح على ايه؟ السقف. عايزين بقى يدهن الفراغات، وكانت لسه حته صغيره في الاوضه، كانت لسه حته صغيره اللي هي اللي في الجنب دي، فدهنها. وانا ايه قلت لما اجرب ادهن حته، فطبعا جربت وريتني ما جربت. بابا قال لي بلاش بلاش هتلخبط الدنيا. قلت له لا ما تخافش، بنتك دهنه وحريف. قال لي تمام. قلت له عايزه ادهن اللي بتاع اللي هي صغيره دي، الفرشه صغيره. قال لي لا لازم بدي. قلت له تمام. فجرب تدهين يا جماعه، وكان الدهان سهل، بس لازم في نفس الوقت اللي هو ما تلخبطوش وما تنزليش كتير على الارض، عشان ايه؟ لما بياخد وقت عبال ما يتمسح. فالمهم زي ما انتوا شايفين بدأت ان انا ايه ادهن معاكم، وبابا برضو كان واقف جنبي بيضحك عليا، مش عارفه يعني مفيش حاجه بتضحك اصلا. فخلاص كده الاوضه خلصت. بدأت ان انا ادهن ايه بقى، كانت ده الوش الاولاني والتاني والتالت. فبدأت ان انا قلت ايه اساعده كده. هو كان بدهن في السقف من فوق، وانا ايه كنت بدهن الباب. قلت اكيد الاوضه مش هتبقى بيضه والباب هيكون اصفر يعني. فقلت ايه هيكون الكل شكل بعضه يعني، عشان يكون حلو في التصوير وكده. فالباب كان صعب بدهانه، لان في فراغات لازم تتعمل بالفرشة الصغيرة، وانا مكنتش حاطه دماغي الفرشة الصغيرة، فكنت قاعدة اعمل بالبتاع دي. فهي صعبة والله يا جماعة، مش هي باينة سهلة، بس هي صعبة. ولغوصت الدنيا تحتية بقى، وما اقولكوش انا مش نافعة في اي شغلانة خالص. زي ما انتوا شايفين هي انتوا باين لكم انها بتعمل بسهولة، لكن لا، هي مش بتعمل بسهولة. لازم في فراغات كده في الباب لازم تتملي، وافضل اعيد وازيد، مش راضية. بس والله تحسوها راحة نفسية كده. فالمهم انا عارفة انتوا منتظرين كلكم النتيجة تحفة تحفة تحفة. بس طبعا يا حبايب رموسة لازم تفاعل، وانا عارفة ان انا بتأخر عليكم والله، بس مش مشكلة فدايا. انتوش عارفين بقى ان انا بدأت دروس ولا ايه؟ لازم تكونوا تهتموا كده. فالمهم مش عارفة ايه اللي خلاني اعيد عليها تاني، ما هي كانت كويسة. مش عارفه ايه اللي خلاني اعيد عليها تاني. اهو ده الغباء باين بقى. انا مش غبية طبعا، بقول على الفرشة هي اللي غبية. انا اللي غبية يا جماعة، يرضيكم؟ لا ما يرضيكوش طبعا. فطبعا اخيرا طلعنا فوق، خلصنا تحت وطلعنا فوق. اول شوية هتدخل التليفون في بوق. ايه يا امل يا حبيبتي؟ كده بدأت اعمل الباب من فوق بقى، وزي ما انتوا شايفين لازم الفراغات دي تتملى، عشان ما يكونش مثلا لون ابيض والفراغات لونها اصفر. فطبعا يا حبايبي زي ما انتوا شايفين، عايزه اقول لكم والله ان الاوضه دي خدت وقتي وخدت مجهود وخدت طاقتي. بس نقول ايه بقى، نقول الحمد لله. هو كويس ان هي اتدهنت على دخلة الدروس. فاخيرا هايدي خلصت مني. اصل كنت بقول لها هي وامل 24 ساعه، يا امل الاوضه هتتعمل امتى، يا هايدي الاوضه هتتعمل امتى. فاخيرا وليس اخرا الاوضه اتعملت. عايزاك تطولي بالكم معايا كده. ايه امال لو ما طولتوش بالكم معايا مين اللي هيطول باله معايا؟ طبعا يا حبايبي كده كنت خلصت الباب بقى. كان لسه بس الباب من ورا هعمله. هو بقى بدأ يدهن في الشبابيك كده، لان خلاص اللي هو ايه الدهان كان قرب يخلص، كان بيعمل اخر حاجه للشبابيك، عشان لو الدهان خلص ما ينفعش الشبابيك تكون لون والاوضه لون. هو الايه اعمل اول حاجه الشبابيك، وقام قايل لي بقى هاتي كده الفرشه دي كده
وبدأ ان هو يدهن في الباب بقى من ورا. فزي ما انتوا عارفين ان انا بالي طويل جدا جدا جدا، فهو قام قايل لي خد الفرشة دي دهني بيها، ممكن يكون بالك يقصر شوية. قلت له ماشي. مش عارفه ايه الرياكشنات دي يا ربي. فطبعا المروحه كانت شغاله على الدهان وكده عشان ينشف. فطبعا انا اول حاجه بدأت فيها الباب من ورا، لكن هو قام ماسك الفرشه وقال كده اما ادهنها. فانا قلت ادهن الشباك كده برضو، ايه المشكله يعني. فبدأت برضو ان انا ادهن. فانا والله العظيم الباب ده كان يعني صعب جدا، يعني كان صعب يدهن جدا، لان هو يعني اي حركه كده ولا كده هتقوم رايحه على الحيطه. فالحيطه بقى مش عايزه اي حاجه تدين عليها تاني او اي حاجه تقرب منها، هي ما نشفتش لسه قوي يعني. فكنت بدهن في الفراغات برضو، وقلنا هنفضل منتظرين لحد النتيجه النهائيه. اهم حاجه النتيجه النهائيه. فكده خلصت الباب من تحت، فقلت اطلع فوق، ورياكشناتي فظيعه برضو. فهو قام قايل لي قال لها هو الحوجه ليكي هاتي كده الفرشه دي. فضل بقى من تحت. فطبعا كده كانت الأوضة خلصت، وخدت الوش الأولاني والتاني والتالت، وخلصت الباب، وكده خلصنا الحمد لله، وأخيرا وليس آخرا. هو بقى قلت له عايزة ننضف الأوضة، قال لي لا حاجة كده. فالمهم بقى يعني والله عامل الواجب بزيادة كمان، ربنا يا رب يطول في عمره كده ويحفظه يا رب. فطبعا بدأ ان هو يشيل الحاجات اللي على الأرض دي، اللي هي الدهان اللي على الأرض، وبدأ يشيل الحاجات اللي على الأرض برضو. فعايزه اقول لكم اصلا يعني ان الدهان اللي كان لازق على الارض ده تقريبا كله مني يعني. هو كان بيعمل على الكراتين ما فيش دهان على الارض، لكن كل اللي كان على الارض ده الدهان ده كله مني يا جماعه. عشان انا طبعا لما اجي ادهن ما بقاش تحت حاجه، وانا ما شاء الله لما اجي اخد دهان باخد كتير جدا، فبيقع على الارض. فهو قال لي هاته كده امحرهولك واشيلهولك. فالمهم شاله، والأوضة كان شكلها تحفة، وعاوزاكم تنتظروا بقى النتيجة، وعاوزاكم تتفرجوا على الفيديو للآخر. انا مش عاملهولكوا طويل يعني عشان ما تزهقوش، بس عاوزاكم تتفرجوا على الفيديو للآخر. عاوزة اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا جدا، وعارفة ان انا مهما غبت عليكم برضو بفضل في قلوبكم، وافضل تستنوا فيديوهاتي. وطبعا يا حبايبي عايزه اقول لكم والله لما بغيب عنكم ببقى غصب عني، فانتظروني وانتظروا الفيديوهات اللي جايه بقى. خلاص الاوضه اتعملت، انتظروني في الروتينات، وانتظروني بقى في الفلوجات، وفي كل حاجه كل ما يتمنى قلبكم انتظروني فيه. ما تنسوش تروحوا عند قناه لحظه معايا دي بتاعه هايدي الجديده، فتحت غير بتاعه القديمه يعني، غير بتاعه هايدي القديمه. هايدي فتحت قناه غير بتاعتها القديمه. فهمتوا كده ولا ايه؟ انتوا مش فاهميني اهو، يوه ظالميني كده على طول. فهو كده كان خلص اصلا الجنب ده، فبيمسح عند الجنب اللي في الباب. فاشوفكم على خير الفيديو الجاي، مع الف يوم سلامه. هتوحشوني وبحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.